اكلمك عن المباراة اللي حصلت امبارح. مباراة السيتي مع سالفورد. السيتي اثبت مرة تانية انه مش بس فريق بيجري ويسجل، ده فريق عنده قلب وعنده نجوم زي عمر مرموش. الحقيقة بيصنعوا فارق، والتأهل لدور ال16 مش نهاية الرحلة، ده بداية لمرحلة جديدة من التحديات الكبيرة. ومع الروح والأداء ده الجماهير كان عندها الحق انها تحلم بالكأس الانجليزي. ايه بقى اللي حصل في مباراة امبارح؟ ابتدت المباراة على نار، والسيتي حاول يفرض سيطرته من اول دقيقة. الضغط كان ظاهر على سالفورد، والجماهير كلها واقفة على اطراف اصابعها. مرموش حاول في اول فرصة، تحركاته كانت سريعة وصعبة على الدفاع، وده خلى كل تمريرة وكل لمسة منه مثيرة. الشوط الاول السيتي قدر يجيب الهدف الاول بعد تمريرة مميزة. الجمهور بقى هنا انفجر فرحا. مرموش كان قريب جدا من المشاركة في صناعة الهدف. تحركاته خلت الفريق يسيطر على الكورة بسهولة، وكل هجمة بتبقى متوقعة. الصعوبة على الخصم. الشوط الثاني بدأ والسيتي مصر يكمل اللي بدأه، ومرموش ظهر بشكل رائع أكتر. بعد محاولات كتيرة جاء الهدف الثاني اللي حسم المباراة. الضغط المستمر والتكتيك المظبوط خلى الفريق يسيطر على مجريات اللعب بالكامل. الحقيقة الجمهور كان مستمتع أمس بكل لحظة، والكل بيتكلم عن أداء مرموش وتألقه. الفريق حقيقي كله قدم مباراة مميزة، خصوصا في صناعة الفرص والدفاع المنظم. دلوقتي السيتي داخل مرحلة جديدة، والتأهل ده رفع الروح المعنوية قبل المباريات الكبيرة اللي جاية. باختصار السيتي قدر يحقق المطلوب: هدفين، لعب جماعي رائع، تألق خاص لعمر مرموش. والمباراة امبارح كانت حقيقة مباراة متميزة، وخلت ان الجماهير فرحانة ولحد دلوقتي فرحانة، والكاس لسه في الطريق طبعا. انت عجبك المباراة وعجبك اداء عمر مرموش ولا لا؟ اذا كان عجبك اداء عمر مرموش ما تنساش تعمل لايك وشير. وعايز اسمع رايك في التعليقات عن مباراة امبارح السيتي مع سالفورد. مين اللي كان متميز اكتر، ومين شاف مرموش؟ وسؤال بقى ليك انت: هل مرموش هيستمر في التألق؟ انا بعتقد انه هيستمر. بشكرك انك انت استمعت الي. كل عام وحضرتك بخير.